السلام عليكم يا أحلى متابعين، معكم معتز ياسر من قناة موبايل برو بلس. في الفيديو ده النهارده هنتكلم عن أنحف وأخف هاتف متوفر في السوق حاليا. المقصود به لعشاق الألعاب والاستخدام اليوم، واللي هو انفينكس هوت 50 برو بلس. تعال نشوف سويا مميزاته وعيوبه وسعره، وهل هيستاهل الشراء ولا لا. أول حاجة كالعادة ما تنساش تصلي على النبي محمد على أفضل الصلاة والسلام، ما تنساش تضغط لايك كل الفيديو وتشترك معي في القناة عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة بعد ما تفتح العلبة هتلاقي المحتوى كامل، الهاتف نفسه وشحن سريع بقدره 33 واط مع كابل يو اس بي تايب سي منحني، بيضمن حماية ممتازة. التغليف متكامل وبيديك انطباع أول إنه جهاز معطوف. التصميم والشكل، مجرد ما تشيل الجهاز من العلبة وتحطه في إيدك هتحس بخفة وزن وتصميم النحيف. الهاتف وزنه حوالي 162 جرام وسمكه مش أكتر من 6.8 ملم. بيجيلك بتصميم بسيط وأنيق بيتميز بكاميرا خلفية مربع الشكل على خلفية الجسم، وإطار مصنوع من البلاستيك المتين. الألوان المتوفرة بيشمل اللون الأسود والرمادي وتيتانيوم بنفسجي الوردي. في المقدمة هتلاقي شاشة منحية بتدعم تصنيف الاي بي 4 عشان مقاومة للرذاذ والغبرة، وكمان مقاومة للخدوش والانحناء. أزرار التحكم في مستوى الصوت والباور موجود على الجانب اليمين، والجانب الشمال الفاضي. وعلى الجانب السفلي هتلاقي منفذ اليو اس بي تايب سي، فتحة شريحة السيم وطاقة مايكرو اس دي مع مكبرين للصوت. في الأعلى في مكبر صوت ثنائي. باختصار تصميم الجهاز متين متقن وفيه لمسات إبداعية بتخلي الاستخدام اليومي مريح وأنيق. الشاشة والصوت، الشاشة من نوع AMOLED بدقة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، وبيحميها زجاج كورنينج جلاس من الجيل الخامس. سطوحها بيوصل ل 1300 تنتس، وبتديك تجربة مشاهدة ممتازة حتى في الأماكن المضيئة. وكمان الحواف دقيقة بتخلي نسبة الشاشة للمظهر حوالي 90%. الشاشة بتدعم مليار لون وميزة ألوانها ألوان اون دي ديسبلاي عشان تقدر تشوف الساعة والإشعارات بدون ما تشغل الجهاز. أما بالنسبة للصوت فالهاتف مجهز بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة من شركة جي بي المعروف، يعني الصوت هيبقى عالي وواضح مع تجربة سينمائية جميلة. الكاميرا، في الجزء الكاميرا الهاتف جايب كاميرتين خلفتين. الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة واحدة فاصلة، وكاميرا تاني بدقة 2 ميجا بكسل للعمق بوضوح النهار تطلع الصورة بالتفاصيل والألوان كويسة، لكن ممكن تلاقي مشكلة في النطاق الديناميكي عند التصوير في بعض الإضاءات العالية أو عند عشان كده جرب تفعيل وضع السوبر نايت لو انت هتصور في الإضاءة المنخفضة، هيخلي الصورة أكثر إشراقا. أما الكاميرا السيلفي بدقة 13 ميجا بكسل وبتسجل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية. الصور والفيديوهات في النهار جيدة، لكن لو الإضاءة ضعيفة ممكن تظهر شوية تحديات في التفاصيل. الأداء والمعالج، الجهاز بيشتغل بمعالج هيليو جي 100 الجديد، واللي بيعتبر نسخة مطورة من الجي 99 من ناحية واحدة. المعالج المركزية ومعالج الأداء في التصفح وتشغيل التطبيقات اليومية سلس، وكمان الألعاب خفيفة وبتشتغل بشكل كويس. لازم تعرف إن الألعاب الثقيلة ممكن تسبب شوية هبوط في الفريمات وسخونة ملحوظة للجهاز. على منصات اختبار زي انتينيوم الجهاز جاب رقم محترم حوالي 446 ألف نقطة، وده بيأكد إنه أداء مناسب للفئة. البطارية والشحن، البطارية حجمها 5000 ملي أمبير، وده بيديك استخدام طويل في المكالمات والتصفح اليومي. كمان بيدعم الشحن السريع بقوة 33 والشحن العكسي بقوة 10 واط. لكن مع الاستخدام الألعاب والتطبيقات الثقيلة ممكن تلاقي استهلاك أسرع للبطارية شوية. السوفت وير والواجهة، الجهاز بيشتغل على واجهة اكس او اس 14.5 المبنية على نظام اندرويد 4. الواجهة خفيفة وسلسة وغنية بالمميزات اللي بتخلي استخدام الجهاز سهل. كمان شركة انفينكس وعدت ب5 سنوات من التحديثات، بس الكلام ده لسه محتاج تأكيد. اختصار هاتف انفينكس هوت 50 برو بلس بيجمع بين التصميم الأنيق، الشاشة الممتازة بمعدل تحديث عالي، وأداء يومي مع بعض التحفظات في الألعاب. الكاميرا بتدي أداء جيد في وضوح النهار، في وضح النهار، لكن محتاجة شوية تحسينات في الإضاءة المنخفضة. لو كنت بتدور على جهاز اقتصادي بجودة شاشة وتصميم خفيف يبقى ده اختيار كويس في الفئة دي. وبكده نكون وصلنا لنهاية المراجعة. لو الفيديو عجبك متنسوش تعمل لايك واشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد من موبايل بوت. هستنى تعليقاتكم وأسئلتكم تحت الفيديو، ودايما افتكروا ان رأيكم في أمان الله وحفظه، ونشوفكم في فيديو جديد، ويلا سلام.